اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. الحلقه الاولى والثانيه من الموسم الثاني من مسلسل هيترز باك اب. الحلقه الاولى من الجزء الثاني بتبدا مع ميريندا اللي بتكون لوحدها في البيت ومش عارفه تعمل اي حاجه خالص، وبتكون زعلانه ومتضايقه وبتتصل على مامتها لكن بتلاقي تليفونها مقفول، فبتقرر انها تدور على خالها جيم وبتتفاجئ انه في العربيه بتاعته، فبتروح له وبتعرفه ان الفيديو اللي هو نشره جايب مشاهدات كتيره قوي وبتطلب منه يرجع يشتغل معاها من تاني. خالها جيم بيوافق انه يكون مدير اعمالها من تاني، بس بيطلب منها تعتذر له الاول عن اللي هي عملته معاه والا مش هيشتغل. ميريندا ما بتكونش عاوزه تعتذر وخالها بيهددها ان الفرصه دي لو ضاعت منها مش هتلاقيها تاني، وان كلامه هو دايما اللي بيطلع صح، وان هو الوحيد اللي يقدر يخليها مشهوره. وقدام المغريات دي كلها ميريندا بتعتذر لخالها. جيم بيشوف المشاهدات والتعليقات وبيكون فرحان قوي باللي بيشوفه من المشاهدات والتعليقات دي، وبيطير من الفرحه اكتر كمان لما بيلاقي دعوه لميريندا عشان تعمل فقره كوميديه في حفله من الحفلات، لكن ميريندا بترفض. وبيلاقي دعوه تانية من مدينه ملاهي عشان ميريندا تعمل عندهم فقره كوميديه. جيم بيشوف واحد من مكتشفين المواهب في نيويورك باعت رساله لميريندا وبيطلب منها تزوره عشان يقدمها للجمهور الكبير بتاعه. ميريندا ما بتكونش عارفه مين الراجل ده، لكن خالها بيقول لها ان هو ده الراجل اللي هيوصلها للشهره والنجوميه، وبيعرفها انهم لازم يسافروا نيويورك في اقرب وقت ممكن ولازم يحوشوا فلوس كتير للرحله دي. باتريك بيكون قاعد زعلان وبيبيع في الحاجات بتاعته وبيلاقيه جيم وميريندا داخلين عليه، وميريندا بتتكلم معاه ولا كأن في حاجه حصلت منها خالص، وبتعرفه ان اوين سابها واتجوز واحده تانية وانها رجعت له من تاني، وبتوريه المشاهدات اللي جابها الفيديو بتاعها. لكن ميريندا بتتفاجئ ان باتريك ما بيردش عليها وبتتصدم اكتر لما بتلاقي اللوحه بتاعتها في الزباله. وغلها جيم بيتكلم مع باتريك وبيديله عقد العمل عشان يمضيه، وبيعرفه انه قدامه فرصه كبيره عشان يكون مشهور، لكن باتريك بيعرفهم انه مش مهتم باي حاجه هم بيقولوها وبيطلب منهم يمشوا من بيته. جيم بيختار مساعد جديد لميريندا وبيقول لها ان باتريك هيموت من الغيظ لما يشوفه، فبتاخده وبتروح بيه على باتريك وبتعرفه ان المساعد الجديد بيجيب لها ايس كريم، لكن باتريك ما بيهمهوش اللي بيحصل قدامه، فبتحاول انها تلزق العصايه بتاعه الايس كريم على الحيطه، لكن العصايه بتقع وبتفضل تحاول فيها كتير لحد ما بتقدر تلزقها، وبتقول لباتريك انهم ممكن يبداوا من تاني، بس باتريك ما بيردش عليها برضه، فبتعمل بالونه باللبانه عشان باتريك ترقعها زي زمان، لكن باتريك ولا هو هنا وبيطلب منها تمشي برضه. ميريندا بترجع على البيت وهي زعلانه وبتسال خالها جيم هم هيسافروا نيويورك امتى، فبيقول لها انهم ما قدروش يحوشوا فلوس، لكن هو معاه فيزا كارت الفلوس اللي فيها يا دوب تكفي 8 تذكرتين بس، وبيعرفها انها تشتري تذكره ليها وللمساعد بتاعهم وهو يستخبى في الشنطه. ميريندا بتروح المطار وهي بتشد الشنطه اللي مستخبي جواها جيم، وبتقابل الموظف وبتديله الفيزا كارت عشان يحجز لها تذكرتين، لكن الموظف بيستغرب قوي لان الفيزا كارت مش فيزا اصلا، دي ورقه دعايه من الشركه. ده غير انه بيقول لها ان الوزن بتاع الشنطه زياده قوي. لما بيشوف الشنطه التانية والحاجات اللي فيها بيبلغ الامن وبيقول لهم ان في حاجه مريبه في الاستقبال. ميريندا بتزعل قوي وبتقول للموظف انها لازم تسافر عشان تحضر الحفله لانها مشهوره وليها معجبين كتير، ده غير معجبينها اللي مستنيينها هناك. فالموظف بيسالها فين المعجبين بتوعك. ميريندا بتطلب من الموجودين انهم يرفعوا ايدها ويقولوا للموظف انهم من المعجبين بتوعها، لكن مفيش حد بيكون عارف ميريندا اصلا. ميريندا بتخرج مع الامن بره المطار، لكن بتتفاجئ ان في واحده من معجبينها جايه تتصور معاها، وبتفرح قوي وبتتصور معاها وهي في قمه السعاده، وفجاه بتلاقي هيصه ودوشه في المطار، وبيكون خالها جيم هو اللي عامل الدوشه دي عشان يديها فرصه تجري ناحيه المطار، لكن ميريندا بيتقبض عليها هي وخالها والمساعد بتاعها كمان، وبيوصل باتريك وبيضمنهم والشرطه بتفرج عنهم. اما المساعد بتاعها فبيستنى حد يجي يضمنه. باتريك بيعتذر لميريندا وبيقول لها انه موافق انه يرجع يشتغل معاها من تاني، وانه كان زعلان منها فعلا، لكن ما قدرش يمنع نفسه انه يقلق عليها ويمشي وراها عشان لو حصل لها اي حاجه يقدر ينقذها. في الوقت ده بيساني بتكون في مكان التصوير، والموظف بيقول لها ان الصوره هتكون احلى لو معاها عيلتها، لكن هي بتقول له ان محدش موجود من عيلتها معاها، بس الموظف بيعرفها اهميه العيله للانسان، وانه لو في فرصه انها تقدر تصلح الامور معاهم لازم تستغلها عشان ترجع لهم. بيساني بتسمع كلامه وبتروح على ايميلي. الحلقه الثانيه بتبدا مع جيم وميريندا واللي بيتفرجوا على فيديو من فيديوهات ميريندا، وخالها جيم حاطط عليه شريط دعايه المطعم، لكن ميريندا ما بيعجبهاش الفكره، بس خالها بيقول لها ان دي حاجه كويسه قوي وبيشرح لها خطته الجديده عشان يخليها اسطوره، واللي بتكون من 5 خطوات برضه. واول خطوه انهم يكسبوا فلوس من الدعايه دي، وتاني خطوه انهم بالفلوس بتاعه الدعايه هيعملوا منتج عليه صوره ميريندا، والخطوه الثالثه هيبيعوا المنتج ده ويكسبوا فلوس اكتر. الفلوس اللي هيكسبوها دي هتخليهم يعملوا الخطوه الرابعه، وهي انهم هيفتحوا مصرف، وبعد ما يفتحوا المصرف هيعملوا الخطوه الخامسه والاخيره، وهي انهم ياخدوا الفلوس اللي في المصرف دي ويسافروا على نيويورك عشان
عشان تبدا ميرندا رحلتها الاسطوريه. جيم وميرندا بيروحوا على المطعم عشان ياخدوا فلوس الدعايه، لكن الراجل صاحب المطعم بيرفض يديهم اي فلوس، وبيقول لهم انهم حطوا الدعايه بتاعته على الفيديو من غير ما ياخدوا اذنه، وبيطردهم من المحل بطريقه وحشه قوي. بيساني بتكون قاعده مع ايميلي في بيت عمتها مورا، وبتطلب منها ترجع على البيت عشان هي مش هتكون مبسوطه هنا مع عمتها، لكن بيساني بتتفاجئ ان كيلي ابو ايميلي قاعد معاهم في البيت، فبتنصحها ترجع معاها لانها مش هترتاح مع باباها. بس ايميلي بتقول لها انها مبسوطه قوي مع باباها وانه بيعاملها معامله لطيفه قوي، ده غير انه معجب باللوحات بتاعتها على عكس اللي هي كانت بتشوفه في بيتها والدمار والفضايح اللي ميرندا وخالها جيم بيعملوها. بيساني بتتكلم مع كيلي وبتقوله انها عارفه ان اكيد في سبب ورا اهتمامه المفاجئ ببنته ايميلي، لانه بتاع مصلحته وما بيفكرش في اي حد غير نفسه، خصوصا وانه مش راضي يكمل اجراءات الطلاق بسبب الضرايب اللي هتتفرض عليه. بس كيلي بيقول لها انه اتغير وبقى انسان كويس وهي هتشوف كده بنفسها. بالليل على العشاء بيساني بتعرف غرض كيلي من ايميلي، وهو انه عايز يستفيد من موهبتها في الرسم، وبيطلب منها ترسم لوحات على قد ما تقدر وهو هيقدر يبيعها بفلوس كتيره قوي. وايميلي بتعجبها الفكره وبتكون متحمسه جدا. بيساني ما بتقدرش تغير فكره ايميلي عن باباها، بتتمنى انه يكون فعلا اتغير وبقى انسان كويس، وبتقرر انها تمشي. لكن ايميلي بتلاحظ ان مامتها مخبيه عليها حاجه. بيساني بتحكي لايميلي على المرض اللي عندها، وايميلي بتقرر انها ترجع معاها على البيت عشان تاخد بالها منها، وبتروح لباباها وبتحكي له على اللي حصل، وباباها بيتمنى لها الخير وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها، وبيديها فرشه رسم جميله قوي هديه منه. ميرندا بتكون زعلانه من اللي حصل، لكن خالها جيم بيعرفها ان عنده فكره، وهي انهم هيعملوا مظاهره قدام المطعم عشان يطالبوا فيها بحقوق ميرندا، وبيقول لها ان المظاهره دي هيكون فيها ناس كتير وهيحصل فيها اعمال شغب، وقنوات الاخبار هتبعت مراسلين عشان يغطوا الاحداث بتاعتها، وهتقدر ميرندا تاخد حقها من المطعم. لكن لما بيروحوا على المطعم بيفضلوا واقفين كتير قوي ومحدش بيعبرهم، وبالصدفه بيكون في زبون خارجه من المطعم اسمها ريتا وبتشوفهم، وبتعرف من جيم من المطعم واكل حق ميرندا ورافض يدفع لها اي فلوس، خصوصا وان هي سبب في شهرة المحل ده. ريتا بتتعاطف مع ميرندا جامد وبتتصل بزمايلها عشان يشاركوا في المظاهره، وبعد ما بيوصلوا ريتا بتتكلم معاهم وبتعرفهم بحكايه ميرندا مع المطعم ده، وان ميرندا تعرضت للظلم الشديد، عشان كده هي قررت تاخد موقف وتطالب بحقها، وهم لازم يدعموها ويقفوا جنبها لحد ما تجيب حقها. بس بعد شويه ميرندا بتزهق وبتسال خالها عن قنوات الاخبار اللي لسه ما جاتش، فبيقول لها انه هيعمل حركه هتخلي الدنيا تولع، فبيقوم مولع في صندوق الزباله اللي قدام المطعم، وميرندا وباتريك بيشيلوا الصندوق وبيحطوه قدام باب المطعم، وبيطلبوا من المتظاهرين انهم يحرقوا المطعم. لكن ريتا بتقول لهم ان دي مظاهره سلميه ومفيش داعي للعنف، بس ميرندا بتزعق وبتقول ان ده حقها ومش هتسيبه لو حصل ايه، وانها ممكن تولع في الدنيا كلها عشان تجيب حقها. ريتا لما بتلاقيها مصممه على العنف بالطريقه دي بتسيبها وبتمشي هي وزمايلها كلهم، وبتوصل عربيه المطافي عشان تطفي النار اللي قدام المحل قبل ما تحصل مصيبه، وميرندا بتقف قدامهم وبتطلب منهم ما يطفوش النار دلوقتي. لكن رجاله المطافي محدش فيهم بيسمع كلامها وبيكملوا شغلهم. بيساني وايميلي بيرجعوا على البيت وبيتصدموا من المنظر اللي بيشوفوه، ده غير العربيه اللي كان قاعد فيها جيم. ايميلي بتتضايق لكن مامتها بتقول لها انها تاخد موقف معاهم، وبتوصل ميرندا ومامتها اول ما بتشوفها بتقول لها انها لازم تغير طريقه معاملتها مع كل اللي حواليها وخصوصا اختها ايميلي، ده غير انه لازم تفهم انها مش محور الكون ده، وان مفيش حاجه اسمها شهره والكلام الفاضي بتاعها وبتاع خالها جيم. لازم تعرف انها كبرت وبقت مسؤوله عن تصرفاتها ولازم تفكر في حياتها بطريقه احسن من كده. ميرندا ما بتردش على مامتها خالص وبترمي نفسها في حضنها وبتعيط. الحلقه الثالثه بتبدا مع ميرندا وخالها جيم واللي بيتفرجوا على طفله صغيره اسمها فيري بتقلد ميرندا، وبتقول انها هتقدم الفقره دي في حفله المواهب اللي جاي. ميرندا بتزعل جامد من اللي هي بتشوفه لانها بتعتبره ده انتحال لشخصيتها. اما خالها فبيجي في باله ان فيري دي عاوزه تسرق نجوميه وشهره ميرندا، وان حفله المواهب اللي بتقول عليها دي هي الحفله اللي هتكون طريقها لنيويورك، وبيحاول هو وميرندا يشوفوا حل للمشكله دي. بس فجاه بتدخل عليهم بيساني وبتشيل فيشه الكمبيوتر وبتقول لهم انها مش هتشغل الكمبيوتر تاني غير لما يقوموا ينظفوا الصاله اللي هم بهدلوها. جيم وميرندا بيحاولوا يفهموها ان ما عندهمش وقت للكلام ده وان معاهم مشكله جامده لازم يشوفوا لها حل، لكن بيساني بتصمم على رايها وبترفض تشغل الكمبيوتر. جيم وميرندا بيطلعوا على الصاله بس ما بينظفوهاش كويس، وبيساني بترفض انها تشغل الكمبيوتر غير لما الصاله ترجع زي الاول، لكن هم ما بيعجبهمش الكلام ده خالص. فبيقوم جيم واخد ميرندا وطالعين على باتريك وبيعملوا حساب جديد لميرندا، وجيم بيخلي باتريك يكتب رساله تهديد ليها وانها لو ما بطلتش تقلد ميرندا هم هيوصلوا ليها وهيعاقبوها على اللي هي بتعمله. بس بيتفاجئوا ان فيري بتعمل لهم بلوك، فبيقرروا انهم يرجعوا على البيت. ايميلي بتقول لمامتها انها اخدت لها اجازه من الشغل
بتاعها لانها محتاجه للراحه وبتديها المشروب بتاعها. بيساني بتحاول تقنع ايميلي انها ما تاخدش المشروب ده، لكن ايميلي بتقول لها انه معمول من الفواكه وانها لازم تمشي على نظام اكل صحي علشان صحتها محتاجه قوي لكده. بس هما بيتكلموا بيلاقوا ميرندا وجيم وباتريك دخلوا البيت بسرعه. ميرندا وباتريك بيعملوا فيديو زي الفيديو بتاع فيري بالظبط، وجيم بيحاول يدور على اي معلومه عن فيري، بس وهو بيدور بيلاقي شات للبنات فبيدخلوا وبيسالهم عليها، لكن البنات بيطردوه بره الشات على طول. ميرندا وباتريك بيتفاجئوا ان الفيديو جاب تعليقات كتير، لكن التعليقات كلها اتهامات لميرندا بانها محتاله وبتقلد فيري. ميرندا بتتصدم وبتقول لخالها ان الحقائق بتتقلب وان الصح هو الغلط والغلط هو بقى الصح. خالها بيطمنها وبيعرفها انه عنده خطه عشان يقضوا بيها على البنت اللي اسمها فيري دي، وبيقول لهم ان قدر يتجسس على البنات دول امبارح بالليل وسمعهم بيتكلموا عن عرض للمواهب في مدرستهم وفيري هتكون فيه، ومن خلال البحث الدقيق بتاعه قدر يوصل لصوره قلم دكتور اسنان. ده معناه ان فيري هتروح على دكتور الاسنان الاول وبعدها هترجع على المدرسه، وبما ان البنت اللي في سنها مش هتقدر تمشي غير مسافه 150 متر اذا هم لازم يدوروا على المدرسه اللي في المنطقه دي. جيم بيقول لهم انه عمل حصر ل7 مدارس موجودين في المنطقه اللي جنب دكتور الاسنان وقدر يجيب اسمائهم، ومش فاضل غير انهم يروحوا يدوروا على فيري في كل مدرسه منهم لحد ما يقبضوا عليها. جيم بعد ما بيخلص كلامه بيتفاجئ ان باتريك بيقول له على اسم المدرسه بكل سهوله، فبيستغرب لكن بيقول له انه عارفها بس كان هيقول عليها في الاخر يعني، لكن هو عاوز يعرف ازاي باتريك عارف اسم المدرسه. باتريك بيشاور له على صوره بنت من البنات وبيقول له ان اسم المدرسه مكتوب على التيشيرت بتاعها. جيم بيقول لهم انهم لازم يروحوا بسرعه على المدرسه علشان يفضحوا البنت دي، لكن باتريك بيقول لهم ان بيساني خدت العربيه وراحت على الدكتور، واللي بيكون مبسوط من التحاليل والتقارير الطبيه بتاعت بيساني لانها مستقره وما فيهاش اي مضاعفات، وده بسبب اهتمام ايميلي بيها وانها عملت لها نظام غذائي صحي، ده غير انها بتحافظ على انها تاخد العلاج بتاعها في مواعيده بانتظام. لكن بيتفاجئوا ان جيم وميرندا بيدخلوا عليهم العياده وبيطلبوا مفتاح العربيه من بيساني، بس ايميلي بترفض علشان مامتها تعبانه ومش هينفع ترجع البيت من غير العربيه، وكانت هتقوم بينهم خناقه، لكن بيساني بتتدخل وبتنهي الكلام على انها هتروح معاهم على المدرسه. ولما بيوصلوا ايميلي بترفض ان مامتها تنزل من العربيه عشان صحتها. جيم بيدور على فيري في كل حته في المدرسه، وباتريك وميرندا بيكونوا مستنيينه في الحمام، وبعد شويه بيدخل عليهم بيها. باتريك بيتفاجئ ان فيري مجرد طفله صغيره جدا ومعجبه بميرندا وبتاخد رايها في الفيديو اللي هي عملته، لكن فيري بتتفاجئ ان ميرندا بتكتفها، وواضح كده ان فيري مخها بايظ زي مخ ميرندا بالظبط، لانها بتكون فاكره ان ميرندا جت عشان تساعدها في الفقره بتاعتها، وان كل اللي بيحصل ده اضافه من اضافات ميرندا على الفقره. جيم وميرندا بيروحوا على الكواليس بتاعه المسرح، وميرندا بتشوف طفله بتقدم الفقره بتاعتها وبتتريق عليها عشان لابسه جزمه بتطلع اصوات غريبه، لكن خالها بيقول لها ان ده اسمه فن الكلاكة فبتتريق عليه هو كمان. في الوقت ده بيساني بتكون قلقانه على ميرندا وعاوزه تنزل عشان تطمن عليها، لكن ايميلي تطلب منها تفضل في العربيه عشان صحتها وانها هي اللي هتروح تطمن عليهم بنفسها. وبيجي الدور على الفقره بتاعت فيري، وجيم بيطفي النور كله بتاع المسرح، وميرندا بتتكلم مع الجمهور وبتقول لهم انها هتحكي لهم حكايه بنت نصابه ومحتاله، وبتحكي لهم على اللي عملته فيري معاها. بعد شويه بيدخل باتريك ومعاه فيري، والجمهور بيستغرب لما بيشوفوا فيري وهي متكتفه. ايميلي بتتصدم من اللي بتشوفه قدامها فبتجري بسرعه وبتفك فيري وبتطلب منها تمشي، لكن ميرندا بتهجم عليها وبتوقعها على الارض، وكلهم بيحاولوا يخلوها تسيب البنت لكن هي بترفض. فجاه بيساني بتدخل المسرح وبتزعق لهم وبتقول لهم كفايه كده، وبتشخط في ميرندا وبتطلب منها ترجع على البيت حالا، لكن بيساني بتتعب وبيغمى عليها. بتبدا الحلقه في المستشفى، وميرندا وجيم بيكونوا عاملين فيديو لبيساني بعد وفاتها، لكن ايميلي بتقول لهم ان الفيديو ده ملوش اي لازمه، خصوصا ان مامتهم لسه عايشه. بس ميرندا بتقول لها وايه فايده الفيديو لو مامتها ماتت وما اتفرجتش عليه. وبيوصل باتريك اللي بيكون معاه اول شيك من اليوتيوب لميرندا، وبيكون في مبلغ $40. جيم وميرندا بيطيروا من الفرحه، وجيم بيعلق الخطه بتاعته وبيشطب على اول خطوه وهي انهم يكسبوا فلوس من الفيديوهات، وبيقول لميرندا ان الدور جه على الخطوه الثانيه وهي انهم يشتروا هدوم ومستلزمات يطبعوا عليها صورتها، وبعدها يبيعوا الحاجات دي ويكسبوا فلوس اكتر. لكن باتريك وهو بياخد الكمبيوتر بتاعه بيوقع الشوربه على بيساني وعلى الشيك بتاع ميرندا. ايميلي بتكون قلقانه قوي على مامتها ومهتمه انها تطمن عليها، خصوصا وان الشوربه كانت سخنه قوي. وجيم وميرندا بيغسلوا الشيك بالميه عشان ينضفوه من
الشوربه اللي اتكبت عليه، وطبعا الشيك بيبوظ خالص وميريندا بتزعل جدا. لكن خالها جيم بتجيله فكره مجنونه زيه، وبيقول لميريندا انه هيتصرف وهيجيب لها هدوم مجانيه وهيطبع عليها صورتها كمان. وبيروحوا كلهم على مخزن المستشفى وبياخدوا هدوم ومستلزمات كتيره قوي وبيرجعوا بيها على اوضه بيساني. ايميلي بتشوفهم وبتكون رايحه للدكتور وبتطلب من باتريك انه ياخد باله من مامتها وما يخليهاش تمشي من الاوضه خالص. ايميلي بتقابل الدكتور وبتطلب منه يعمل لها الفحوصات اللازمه عشان هي عاوزه تتبرع بكليتها لمامتها، لكن بتتفاجئ ان خالها جيم بيدخل عليها وبيكون عاوز ياخد منها شويه دم لانه محتاج يستخدمه في طباعه صور ميريندا على الهدوم. ايميلي بتتخانق معاه وبتطرده بره الاوضه خالص. جيم بيرجع لاوضه بيساني وهو زعلان وبيقول لهم ان ايميلي بتتبرع بالدم لحد غريب ومش راضيه تدي لخالها شويه دم. بيساني بتساله هي بتتبرع لمين، لكن جيم ما بيردش عليها لانه مش عارف اي حاجه. باتريك وميريندا بيستخدموا الطباعه بتاعه المستشفى وبيطبعوا صورتها على الهدوم اللي معاهم، وبعدها جيم وميريندا بيروحوا على اوضه مريض من المرضى اللي في المستشفى وبيعرضوا على اهله انهم يشتروا منهم هدوم او اي حاجه عليها صوره ميريندا، اللي بتفضل تعمل حركات غريبه قوي قدامهم بتخلي اهل المريض يطردوهم بره الاوضه خالص. جيم وميريندا بيرجعوا لباتريك وهم زعلانين قوي من اللي حصل، لكن باتريك بيهديهم وبيقترح عليهم ان ميريندا تعمل عرض ازياء في المستشفى وبكده ممكن يبيعوا هدوم كتيره من اللي معاهم. جيم وميريندا بتعجبهم الفكره قوي وبيبداوا في تنفيذها على طول وبيجهزوا الريسبشن بتاع المستشفى لعرض الازياء. وبتشوفهم واحده من الممرضات وبتفتكرهم من الجمعيه الخيريه اللي دايما بتعمل عندهم حفلات للمرضى، وجيم بيأكد لها على الفكره بتاعتها. باتريك بيشوف بيساني وهي خارجه من اوضتها فبيروح لها بسرعه وبيعرف منها انها عرفت ان ايميلي عاوزه تتبرع لها بكليتها وهي مش عاوزاها تعمل كده، لكن باتريك بيقول لها انها انسانه محظوظه جدا عشان لقت حد يحبها للدرجه دي، وبيطلب منها ما تمشيش من المستشفى وتسيب ايميلي تعبر لها عن حبها ليها وتقدر التضحيه اللي بنتها بتعملها علشانها. بيساني بتقتنع بكلام باتريك وبترجع على اوضتها وبتقابل ايميلي وبتقول لها انها عرفت اللي هي عاوزه تعمله وموافقه عليه. ايميلي بتفرح قوي وبتحضنها جامد، لكن فرحتهم ما بتكملش لان الممرضه بتقول لهم ان نتيجه الفحوصات بتاعه ايميلي بتقول انه مش هينفع ايميلي تتبرع بالكليه بتاعتها لمامتها. جيم بيكون بدأ عرض الازياء بتاع ميريندا وماسك الميكروفون بتاع المستشفى وعمال يتكلم عن جمال وشياكه الهدوم بتاعه ميريندا واللي كلها معموله من المستلزمات بتاعه المستشفى. وباتريك بيلف على العيانين عشان يلم منهم فلوس، بس جيم بيكون قافل الطرقه بتاعه المستشفى على المرضى ومش مخلي حد فيهم يعدي، وبيكون فيهم واحده حامل وجوزها بيتخانق معاه عشان يخلي الدكتور يشوفها، ده غير ميريندا طبعا اللي بتكون عامله ازعاج لكل المرضى اللي بيتفرجوا عليها. بس فجاه بتلاقي ايميلي قدامها وبتتخانق معاها وبتقول لها انها انسانه انانيه ومستهتره ومش مسؤوله كمان ومش حاسه ان مامتها ممكن تموت لو ما عملتش عمليه نقل الكليه في اقرب وقت. بس ايميلي بتتفاجئ برد فعل ميريندا واللي من غير ما تقول كلمه واحده بتجري بسرعه عشان تتبرع بكليتها لمامتها والعمليه بتنجح. وباتريك بيكون قاعد جنب ميريندا ومعجب بيها قوي بعد اللي عملته مع مامتها. اما جيم فبيكون نايم جنب بيساني على السرير لانه ما بيحبش ينام على الكنبه. الحلقه الخامسه بتبدا مع باتريك وهو بيتفرج على فيديو من فيديوهات ميريندا وبيفتكر اول مره قابلها فيها وهم صغيرين وان من يومها وهو متعود يديها الايس كريم بتاعها كل يوم، بس لما بيروح لها بيلاقيها قاعده على كرسي متحرك وبيعرف منها انها من بعد عمليه نقل للكليه وهي حاسه باعاقه وانها خايفه تعيش بكليه واحده بس، ده غير ان بقت تحس انها جعانه على طول. باتريك بيتفاجئ ان ميريندا بتديله صوره ليهم سوا هديه منها وبيقول لها انه بصفته حبيبها بيوعدها انه مش هيقف عقبه في طريقها الفني، وهي بتقول له انه مع انه انسان عادي ومش مشهور لكن هي هتفضل تحبه طول عمرها. ميريندا بترجع على اوضتها وبتشوف فيديو لواحد من مشاهير اليوتيوب اسمه جوي وبيعلن عن جولته في المدينه بتاعتهم قريب، فبتنده على خالها جيم وبتوريه الفيديو بتاع جوي وبتقول له انها نجمه يوتيوب مشهوره ولازم تكون في استقبال جوي لانه زميل ليها في عالم الشهره. ميريندا بتحس ان خالها جيم مش مركز معاها فبتتخانق معاه عشان هو ما بقاش مهتم بيها من بعد ما عملت العمليه، فبيعتذر لها وبيقول لها انه متلخبط شويه اليومين دول. بس اللي ما تعرفوش ميريندا ان خالها جيم متلخبط جدا واللي شايل نتيجه اللخبطه دي كلها هي مامتها بيساني اللي جيم دوشها بكلامه عن الحب والغرام لانه وقع في حب الممرضه بتاعه المستشفى. بيساني بتتفاجئ ان جيم بيتصرف تصرفات غريبه زي المراهقين وبتتكلم معاه وبتفهمه ان حبه ده حب من طرف واحد
واحد بس، لان الممرضه ما بتحبهوش ولا هو في دماغها اصلا، ده غير انها متجوزه اساسا وعندها اسره، يعني ما ينفعش يخش معاها في اي علاقه غراميه. وبتطلب منه يركز في شغله مع ميريندا وينسى موضوع الممرضه دي خالص. جيم بيقتنع بكلام اخته بيساني وبيقرر انه يركز في الشغل بتاع ميريندا، وبيقترح عليها انها تخلي جوي يقع في حبها عشان يعملوا سوا دويتو مثالي وهيكونوا حديث جمهور اليوتيوب كله، وبكده نجوميتها هتكبر وشهرتها هتزيد جدا. لكن ميريندا بترفض فكرته وبتقوله انها بتحب باتريك اللي بيكون في بيته ومعاه بنت اسمها اماندا اللي اشترت منه حاجته لما كان زعلان مع ميريندا، ودلوقتي بترجعهم له لما طلبهم منها. اماندا بتكون معجبه بباتريك وبالعابه السحريه وبتقوله ان نفسها تشارك معاه في اي عرض سحري، وانه لو احتاج اي شريك ليه هي هتكون موجوده في انتظاره. بس باتريك بيعرفها انه مش هيعمل اي عروض قريب وانه مركز مع ميريندا في شغلها الفتره دي. وبتشوفهم ميريندا وبتفهم الموضوع غلط وبتفتكر ان باتريك بيخونها، فبترجع على البيت وهي منهاره من العياط وبتحكي لمامتها على اللي حصل، ومامتها بتقعد جنبها وبتواسيها. ايميلي بتكون في المرسم بتاعها بس قاعده زهقانه ومش عارفه ترسم ايه، وبتشوف صوره ميريندا اللي هي رسمتها لها لما كانت في المستشفى، فبتروح لها عشان تديها لها، لكن بتتفاجئ ان ميريندا بتفتكر انها جايه تشمت فيها وانها بتتريق عليها عشان عايشه بكليه واحده وما بترضاش تبص على الصوره اصلا. ايميلي بتستغرب من رد فعلها وبتسيبها وبتمشي. تاني يوم باتريك بيروح لميريندا عشان يصبح عليها ويديها الايس كريم بتاعها زي كل يوم، بس بيتفاجئ انها في قمه غضبها وبترمي الايس كريم بتاعها على الجزمه بتاعته، وبيسالها عن سبب زعلها منه، فبتقوله انه عارف هو عمل ايه، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح لخالها جيم وبتطلب منه يعمل لها خطه عشان يخلي جوي يقع في حبها. باتريك بيكون مستغرب من اللي ميريندا بتعمله معاه، فبيروح على ايميلي وبيحكي لها على اللي حصل. ايميلي بتقوله انها عرفت من مامتها ان ميريندا شافته مع بنت غيرها. باتريك بيتفاجئ بكلام ايميلي وبيقرر انه يروح يدور على ميريندا عشان يفهمها اللي حصل. جيم بياخد ميريندا وبيروحوا على الحفله بتاعت جوي وبيشغل المزيكا وبيخلي ميريندا تغني من غير ما تستأذن حد. جوي بيتفاجئ بميريندا اللي بتعمل حركات غريبه وهي بتغني، وهو طبعا طالع لايف ومش عاوز يحرجها. وبيوصل باتريك وبيكون عاوز يتكلم مع ميريندا ويفهمها اللي حصل بينه وبين اماندا، لكن خالها جيم بيمنعه وبيقوله انها دلوقتي بتحط رجلها على اول سلم الشهره والنجوميه، لان جوي وقع في حبها من اول نظره وهما الاتنين عاملين دويتو هايل. وبيقوله انه لو بيحب ميريندا فعلا لازم يتمنى لها الخير والسعاده وانه ما يقفش قدام احلامها وطموحاتها. باتريك بيقتنع بكلام جيم وبيمشي من المكان وهو زعلان جدا. بالليل ميريندا بتكون قاعده زعلانه عشان فاكره ان باتريك كان بيخونها، وبتدخل عليها ايميلي وبتحاول تتكلم معاها عشان تخرجها من اللي هي فيه، لكن ميريندا بترفض تتكلم، فبتقول لها انها لو احتاجت تتكلم معاها هي هتكون في انتظارها في اوضتها. وبعد ما بتمشي ايميلي ميريندا بتشوف الصوره اللي هي رسمتها لها فبتعجبها وبتعلقها على الحيطه. باتريك بيكون قاعد زعلان في البيت لانه خسر حب حياته واللي اتخلت عنه من غير ما حتى تتكلم معاه وتديله فرصه يدافع فيها عن نفسه. فجاه بيلاقي اماندا بتتصل بيه وبتقوله انها رايحه تتدرب على العاب مبارزه بالسيف وعاوزاه يروح معاها عشان هي هتقدم فقره حلوه، وبتطلب منه يفكر ويرد عليها. الحلقه السادسه بتبدا مع ايميلي ومامتها. مامة ايميلي بتتفرج على فيديو من بتوع ميريندا وبتكون معجبه بيه قوي، لكن ايميلي بتسالها يا ترى هي معجبه بيها عشان هي فعلا فنانه وموهوبه ولا عشان اديتها الكليه بتاعتها. مامتها بتقول لها انها مش عارفه بالظبط هي معجبه بفيديوهات ميريندا ليه. بعدها ايميلي تكتشف سر رهيب جدا، وهي ان خالها جيم مش اخو مامتها وانه يبقى ابن عمها واللي بيحبها من زمان، وانهم كانوا مخبين عليهم السر ده طول السنين دي لان بيساني مش عاوزه ده يأثر على حياتها وحياه بناتها. لكن دلوقتي هم كبروا ولازم يعرفوا الحقيقه، وان مامتها هتكمل اجراءات الطلاق من باباها وهتتجوز ابن عمها جيم. ايميلي بتفوق من الصدمه بتاعتها وبتقول لهم انهم احرار في تصرفاتهم سوا، لكن لازم يخبوا السر ده عن ميريندا لان رد فعلها ممكن يدمر الدنيا كلها من حواليهم. ميريندا بتكون فراشه قدام بيتها وبتبيع حاجاتها المستعمله لانها فنانه مشهوره والحاجات دي ممكن تجيب لها فلوس كتير، وطبعا مفيش حد بيعبرها وبيشتري منها اي حاجه. وبيوصل باتريك فبتمثل قدامه انها بتتكلم مع حبيبها جوي، لكن باتريك ما بيهموش اللي هي بتعمله وبيقول لها انه مش هيشتغل معاها تاني، فبتقول له احسن، واصلا هي مش عاوزاه يشتغل معاها وكانت هتبلغه بالموضوع ده النهارده. لكن لما باتريك بيمشي ميريندا بتنده عليه وبتقول له انها محتاجه مساعدته عشان عاوزه تعمل مدينه الملاهي بتاعتها، بس باتريك بيرفض وبيتمنى لها التوفيق وبيسيبها وبيمشي. بعدها ميريندا بتعمل الماكيت بتاع مدينه الملاهي بتاعتها بالكرتون، وجيم ومامتها في دنيا تانية خالص مع بعض، لكن هي ما بتسيبهمش في حالهم وبتنده عليهم عشان
يركزوا معاها ويساعدوها، لكن هم بيتحججوا ان الحبر بوظ ايديهم وهيروحوا ينضفوا ايديهم ويرجعوا لها. بعدها ميريندا بتتفاجئ بباباها بيدخل عليها، فبتجري عليه عشان تحضنه، لكن هو بيرفض وبيطلب منها تسلم عليه من بعيد لبعيد. ميريندا بتندى على خالها جيم وباباها بيرفض يحضنه برضه، وبيقوله ان البدله بتاعته غاليه قوي وخايف لحسن تتكرمش، ده غير انه حاطط كريم غالي جدا على ايده ومش هيقدر يسلم عليه. جيم بيحكي له ان ميريندا بقت مشهوره قوي وانها دلوقتي نجمه من نجوم اليوتيوب، لكن كيلي ما بيشغلش باله، واول ما بيشوف ايميلي بيجري عليها وبياخدها في حضنه وبيقول لها انه جاي مخصوص علشانها، لانه هياخدها وهيروحوا على واحد من اصحاب المعارض الفنيه الكبيره، وانه واثق ان اللوحات هتعجبه وهيشتريها بمبالغ كبيره لان ايميلي فنانه وموهوبه فعلا. في الوقت ده بيكون باتريك مع اماندا وبيتدربوا على المبارزه بالسيف، واماندا بتشكره عشان قبل الدعوه بتاعتها. كيلي وايميلي بيروحوا لصاحب المعرض بس ما بتعجبوش اي لوحه من لوحات ايميلي، وبيقول انها مبتدئه ومحتاجه تشتغل على نفسها اكتر، وانه كان متوقع يشوف لوحات جذابه اكتر من كده زي ما وعده. كلام صاحب المعرض ما بيعجبش كيلي اللي بيتخانق معاه وبيتهمه انه ما بيفهمش في الفن خالص، وبيسيبوه بيمشي وبيرجع هو وايميلي على البيت. وايميلي بتتفاجئ لما بتلاقي باباها قرر انه يغير ديكورات الاوضه بتاعتها عشان هيعمل لها معرض خاص للوحات بتاعتها، وبيعرفها انه متاكد ان اللوحات دي هتعجب ناس كتير. ميريندا بتكون قدام البيت وبتشوف باتريك راكب العجله بتاعته واماندا راكبه وراه، فبتتنرفز جدا وبتاخد السكوتر بتاعها وبتروح وراهم، وبيكونوا رايحين على السوبر ماركت اللي مامتها بتشتغل فيه. ميريندا بتعمل نفسها بتقابلهم بالصدفه وبتتعرف على اماندا وبتتكلم معاها بطريقه مش كويسه، وبتقول لها انها نجمه يوتيوب مشهوره، ده غير انها بتعمل مدينه ملاهي قدام البيت بتاعها وبتعزمها على حفله الافتتاح. لكن اماندا بتقول لها انها ما سمعتش خالص عن مدينه الملاهي دي، فبتقوم ميريندا رافعه سماعه التليفون الداخلي بتاع الماركت وبتعلن عن افتتاح مدينه الملاهي بتاعتها واللي هيكون خلال ايام. وبيوصل خالها جيم وبيتكلم هو كمان في الاذاعه الداخليه للماركت، وطبعا كل الموجودين بيكونوا مستغربين من اللي بيحصل. وبيوصل صاحب السوبر ماركت وبيحاول يمنع ميريندا، لكن هي بتطلع فوق عمود كبير وبتقول للموجودين ان النهارده في عرض مجاني لاي حاجه في السوبر ماركت بمناسبه افتتاح مدينه الملاهي بتاعتها. وبتخرج بسني وبتتكلم مع ميريندا وبتحاول تخليها تسكت وتبطل اللي هي بتعمله ده. صاحب الماركت بيحاول يخلي ميريندا تنزل من فوق العمود، لكن هي بتقع على البضاعه اللي في السوبر ماركت. وبعد ما بيطمنوا عليها صاحب الماركت بيبلغ مامتها انها مرفوضه، ولما بيرجعوا على البيت بيلاقوا جواب من صاحب البيت عشان عليهم ايجار متاخر وقدامهم فرصه اسبوعين بس، وبعدها هيطردهم من البيت. جيم بيقول ان الاسبوعين دول مده كافيه قوي عشان يكونوا شغلوا فيها مدينه الملاهي بتاعه ميريندا وهيقدروا يكسبوا فلوس كتير ويدفعوا الايجار. وبيروحوا سوا عشان يجهزوا ترتيبات افتتاح مدينه الملاهي، وبيسيبوا بيساني واقفه محتاره ومش عارفه تعمل ايه وهي بتبص على مدينه الملاهي بتاعه ميريندا. الحلقه السابعه بتبدا مع ميريندا واللي بتكون لابسه لبس بتاع مامتها، وجيم بيفتكرها مامتها بيساني فبيقول لها كلام رومانسي، بس بيتفاجئ انها ميريندا وهما الاتنين بيصرخوا جامد من الصدمه. بيساني بتيجي بسرعه على صوتهم وبتشوف اللي بيحصل وبيضحكوا على ميريندا وبيفهموها انهم بيلعبوا لعبه رومانسيه. وبتوصل ايميلي وبيسالوها اذا كانت تعرف اللعبه دي ولا لا، فبتقول لهم انها تعرفها عشان تداري على اللي بين مامتها وابن عمها جيم. بعدها بيساني بتكون متضايقه بسبب انها مش عارفه تدبر فلوس الايجار، ده غير انها خايفه لحسن ميريندا تعرف السر اللي بينها وبين جيم، لكن جيم بيعرفها انه هيقول لميريندا على السر بتاعهم بكل صراحه. جيم بيروح على ميريندا اللي بتكون شغاله في تجهيز مدينه الملاهي بتاعتها وما بتديش فرصه لجيم انه يتكلم معاها، وبتطلب منه يساعدها في التجهيزات وخصوصا التمثال الكبير بتاعها. الغريبه انهم بيلاقوا ناس جت عشان تدخل مدينه الملاهي بتاعت ميريندا فبيجروا بسرعه عشان يستقبلوهم. جيم بيقعد على مدخل الملاهي وبيلم الفلوس من الناس، اما ميريندا فبتضايق كل الموجودين وبتعاملهم معامله وحشه جدا لانها مش عاوزه حد يلمس اي حاجه من حاجاتها، ده غير انها ما بترضاش تتصور مع اي حد اصلا لانها مشهوره ونجمه ولازم تتصور مع مشاهير زيها. وبتطلب منهم انهم يبتسموا لما يوصل باتريك عشان هي عاوزه تغيظه وتوريه ان ليها جمهورها ومعجبينها وعايشه حياه جميله من غيره. في الوقت ده ايميلي بتكون مع باباها كيلي اللي ظبط لها المرسم بتاعها علشان يكون معرض فني لوحاتها، وبيقول لها انه هيعزم اصحابه عشان يجيوا يتفرجوا على معرض بنته الفنانه ايميلي. وايميلي بتكون فرحانه باللي هو بيقوله وبتشكره جامد. وبنروح لباتريك اللي بيكون قاعد مع اماندا وبيعلمها لعبه من العابه السحريه، لكن بيتفاجئ ان ميريندا بتبعت له رسائل كتيره قوي لباتريك بتقول له فيها انها عاوزاه يحضر افتتاح عالم ميريندا الترفيهي النهارده. اماندا بتقترح عليه انهم يروحوا بس هو بيكون متردد. في الوقت ده جيم بيقابل كيلي وبيفضل يحكي له انه بيعيش قصه حب رومانسيه، لكن في عقبه واقفه
واقفه قدامه هو وحبيبته وهي بنتها اللي مش عارفين يصرحوها ازاي بحبهم لبعض. كيلي بيكون زهقان من جيم اصلا وعاوزه يمشي من قدامه باي طريقه، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي جيم بيقع بالكلام وبيقول اسم بيثاني. كيلي بيعرفه انه مش مهتم وانه كده كده هيكمل اجراءات الطلاق من بيثاني قريب من بعد ما المعرض بتاع ايميلي ينجح ويكسب منه شويه فلوس، وبيوصيه انه ما يخليش ميريندا تعرف حاجه عن اللي بينه وبين بيثاني لانها لو عرفت هتخلي الدنيا حواليهم سواد. وبيوصل باتريك واماندا للملاهي بتاعه ميريندا اللي بتكون غيرانه قوي من اماندا وبتتكلم معاها بطريقه مش لطيفه. ده بيخلي باتريك يقرر انه يمشي، بس ميريندا بتقوله انها محتاجه مساعدته. باتريك عشان طيب بيوافق انه يساعدها، فبتخليه يقعد جوه التمثال بتاع جيم عشان تستفرد باماندا وتعمل فيها مقلب بايخ. اماندا بتزعل وبتسال ميريندا هي ليه بتعمل معاها كده، فبتقول لها لانها خطفت منها حبيبها، وبتحكي لها انها شافتها مع باتريك في بيته. لكن اماندا بتقول لها ان مفيش بينها وبين باتريك اي علاقه غير انهم مجرد صحاب وبس. ايميلي بتكون مستنيه اصحاب باباها اللي واضح كده انهم مش جايين لانه بيتصل بيهم كتير وبيقفلوا السكه في وشه. وبيدخل واحد للمعرض وباباها بيفتكره زبون وعاوز يشتري لوحه، لكن بيتفاجئ انه بيدور على مدينه العاب ميريندا. بس كيلي بيحاول يقنعه انه يشتري لوحه وبيفضل يتكلم معاه كتير عن مميزات اللوحه وجمالها، لكن الراجل ما بيقتنعش بكلامه وبيمشي. فبياخد لوحه وبيقول لايميلي انه هيطلع بيها بره علشان يجيب بيها زباين للمعرض. وهنا ايميلي بتحس انها زي ميريندا وان باباها بيقوم بدور جيم. ميريندا بتروح لباتريك وبتقول له انها عرفت ان اللي حصل بينهم كان سوء تفاهم مش اكتر، وبتكون عاوزاه يرجع لها من تاني. بس لما بيسالها عن اماندا وبيعرف منها اللي هي عملته فيها بيزعل منها وبيقول لها انه ضيع وقت كتير من حياته معاها وانه يستاهل واحده تكون بتحبه ومهتمه بيه. وبيقول لها ان اماندا هي اللي حسسته انه انسان ليه فايده، عشان كده هو مش هيرجع لها تاني وهيكمل حياته مع اماندا خلاص. جيم بياخد البطرمان اللي فيه الفلوس وبيروح بيه على بيثاني اللي بتفرح قوي وبتشكره عشان ساعدها انها تدفع الايجار المتاخر عليها. بس بتتفاجئ ان جيم بيقول لها انه مش هيدفع فلوس الايجار وان الفلوس دي هينفذ بيها الخطوه الرابعه في خطه الشهره بتاعه ميريندا وانه هيسافر بميريندا على نيويورك. اما موضوع الفلوس فتقدر تكلم كيلي وهو هيدفع لها اللي هي عاوزاه، وبيحكي لها انه قال له على السر بتاعهم. وهنا بيثاني بتزعل جامد لان كيلي ما بيتبلش في بقه فوله وممكن يحكي لميريندا على السر بتاعهم، وبتقرر انها تروح تحكي لها هي بنفسها عشان تخفف عليها الصدمه وتحاول تعمل كنترول على رد فعلها. بيثاني بتروح لميريندا اللي بتكون زعلانه من اللي حصل بينها وبين باتريك وبترمي نفسها في حضنها وبتعيط. وبيوصل جيم وبيكون فاكرها بتعيط عشان عرفت السر بتاعه، فبيواسيها وبيقول لها ان اللي بينه وبين مامتها شيء عادي ومفيش داعي للحزن ده كله. ميريندا بتتفاجئ من كلامه فبيكمل لها الحكايه كلها، بيفضح نفسه وبيعرفها انهم مش هيسافروا على نيويورك وانهم هيدفعوا فلوس الايجار بتاع البيت الاول. ميريندا بتزعل جامد وبتسيبهم وبتمشي، وبيشوفها باباها وبيروح لها على اوضتها وبيضحك عليها وبيقول لها انه زعلان قوي من اللي عمله جيم وبيثاني، وبيقول لها انه اقتنع اخيرا انها موهوبه وفنانه مشهوره. ده غير انه بيعرفها انه هيسافر بيها على نيويورك. ميريندا بتصدق كلام باباها وبتوافق على طول، فبياخدها وبياخد برطمان الفلوس وبيمشي. وبتشوفهم ايميلي وبتشوف اللوحه بتاعتها مرميه على الارض، وبتعرف ان باباها بتاع مصلحته ما بيهموش حد غير نفسه. وبتسمع صوت خبطه جامده في المعرض بتاعها وبتلاقي وش التمثال بتاع ميريندا خرم السقف بتاع المعرض. بتبدا الحلقه مع ميريندا وباباها كيلي فوق سطح برج من الابراج في نيويورك. ميريندا بتعمل فيديو ترحيب بالمعجبين بتوعها اللي من سكان نيويورك وبتقول لهم فيه انها مبسوطه قوي عشان هي موجوده في المدينه اللي هي بتحبها. كيلي ما بيكونش مقتنع باللي بتعمله ميريندا خالص، لكن مضطر انه يجاريها في اللي هي بتعمله لحد ما يقابلوا الراجل المشهور اللي بعت لها الدعوه للبرنامج بتاعه ويقبض الفلوس بعدها هيشوف له صرفه فيها. في الوقت ده بيثاني بتكون زعلانه من اللي عمله كيلي لانه خد الفلوس بتاعه الايجار والمهله قربت تخلص، وخايفه ومرعوبه من فكره الطرد من البيت. فبتطلب من جيم انه يساعدها ويفكر معاها ويشوف حل للموضوع ده. جيم بيقول لها انه كان شايل شنطه فلوس في حيطه من حيطان البيت وبيمسك المرزبه وبيفضل يكسر في الحيط. وبتوصل ايميلي وبيديها شاكوش عشان تكسر معاه. ايميلي زي ما تكون لقيتها فرصه عشان تطلع الغضب والزعل اللي جواها بعد ما اكتشفت ان باباها بيستغلها، وبتفضل تكسر في الحيطه بكل قوتها وبتعيط وبتروح على اوضتها. ميريندا وكيلي بيروحوا على المسرح بتاع مستر سام كروز وبيكونوا فاكرين ان ميريندا هتقدم فقره على المسرح، لكن سام
بيقول لهم ان الدعوه اللي هو بعتها لميريندا عشان تتفرج على عرض من العروض اللي في المسرح مش عشان تقدم فقره من فقراتها، وبيقول ان العرض بتاع النهارده هيكون عباره عن عزف موسيقي من الاوبرا. كيلي بيتصدم من اللي هو بيسمعه لانه كده خطته كلها جت على فشوش، فبيتحرك في المسرح بسرعه وبيقدر يتعرف على وكيل من وكلاء الممثلين اسمه جراندي، وبيعرفه على ميريندا اللي بتعرفه بنفسها وبتقول له ان اللي واقفه قدامه دي بفضل الله كوكتيل مواهب، يعني مغنيه وممثله وراقصه استعراضيه كمان. مش بس كده، دي بتقدر تعمل العاب سخريه كمان. بعد ما بتخلص كلامها جراندي بيخترع لنفسه حجه ويخلع منها بسرعه. بعدها بيروحوا يتفرجوا على العرض، وميريندا ما بتكونش مستمتعه باللي هي بتشوف، خصوصا لما سام بيرحب بواحد من المشاهير اسمه فرانكي وبيقدمه للجمهور. فبتطلع على المسرح وبتقاطع المغني المشهور وبتقول له ان الاغنيه بتاعته مش حلوه، ده غير ان في سوء تفاهم حصل وان هي المفروض اللي تكون مكانه عشان تغني تبهر كل الموجودين بالموهبه بتاعتها. ميريندا بتفضل تتكلم مع فرانكي وتعمل حركاتها الغريبه دي على طول، والجمهور كله بيكون فاكرها فقره كوميديه وبيموتوا من الضحك. حتى فرانكي نفسه بيكون فاكرها فقره كوميديه وبيسقف لها جامد هو وكل الموجودين في المسرح. جراندي بيجري على كيلي وبيقول له انت ما قلتليش ليه انها فنانه كوميديه، وبيديله الكارت بتاعه عشان يزوروه في المكتب ويرتبوا الشغل حلو لميريندا. بعد كده ميريندا بتلاقي صحفيين ومعجبين كتير حواليها، ده غير ان سام كروز بيقول لها انه هيعمل لها عرض مخصوص، وباباها بيقول لها انه فخور بيها قوي. في البيت بيساني وجيم بيكونوا مبهورين باللي عملته ميريندا، وبتوصل ايميلي وبتشوف صوره ميريندا على الكمبيوتر وبتعرف انها بقت مشهوره قوي، فبتحس بالظلم والغيره وبتكسر شاشه الكمبيوتر وبتمشي. في الوقت ده باتريك بيكون مع اماندا، لكن باتريك بيعمل حاجه غريبه قوي وهي انه عاوز يخليها شبه ميريندا، فبترفض وبتسيبه وبتمشي. باتريك بيكون زعلان من اللي هو عمله وبيرمي صوره ميريندا على الارض، بس بيتفاجئ انها كاتباله في ظهر الصوره كلمه بحبك. ميريندا بتكون في مقابله تلفزيونيه بس ما بيعجبهاش ان المذيعه بتقول عليها فنانه كوميديه، فبتتخانق معاها وبيشوفها جراندي وبيعرف ان دي حقيقه ميريندا وانها مش بتمثل، فبيعرض عليها انه هيجيب ممثله تاني تكون فيها شبه منها عشان يخلوا الجمهور يقتنع انها ممثله كوميديه وان دي مش حقيقه شخصيتها. لكن ميريندا بترفض، ولما باباها بيحاول يقنعها انها توافق بتزعل منه وبتسيبه وبتمشي. ولما بيرجعوا على البيت ميريندا بتتفاجئ ان البيت فاضي وما فيهوش حد، وباباها بيقول لها انهم زهقوا منها ومن افعالها وسابوها ومشيوا عشان هي ملهاش اي فايده ولا اي قيمه عند اي حد، وبيقول لها انه ما بيحبهاش من وهي صغيره لانها غبيه وكل تصرفاتها غبيه زيها. ميريندا بتعيط جامد وبتحبس نفسها في الدولاب، لكن جيم وبيساني وايميلي بيواسوها. جيم ما بيعجبوش اللي كيلي بيعمله مع ميريندا وبيقول له انه زي ما هو خد فلوسهم هو باع العربيه بتاعته سدد بيها فلوس الايجار، وبيضربه وبيطرده بره البيت. ميريندا بتسمع صوت العجله بتاعت باتريك وبتجري عليه وبتحضنه جامد، وباتريك بيطلب منها الجواز وهي بتوافق. بعدها كلهم بيتجمعوا قدام التلفزيون وبيشوفوا واحده شبه ميريندا بتقول ان هي اللي بتعمل دور ميريندا النجمه المشهوره بتاعه اليوتيوب، وميريندا بتتفاجئ وبتتخض جامد. وبكده احنا وصلنا لنهايه الموسم الثاني. اتمنى ان يكون المسلسل كله عجبكم. السلام عليكم.